صباح الفل عليكم لو كنتوا بالنهار، ومساء الفل عليكم لو كنتوا بالليل. النهارده معانا تجربة جديدة لنوع قهوة جديد. نوع القهوة ده بالنسبة لي هو مميز، مش مميز بشكل عادي، هو مميز بشكل مميز، لأنه هو عبارة عن كوكتيل حاجات يعني صعب جدا إنها تتجمع مع بعض، وكلها حاجات مميزة. يعني مثلا النوع ده يعتبر أغلى نوع قهوة في العالم. مش كده وبس، النوع ده من فصيلة نادرة مش موجودة كتير، وإنتاجها في العالم مش كبير. وكمان الكابنج سكور بتاعه او الدرجة اللي واخدها في الطعم والنكهة بتاعته 90 بلس، يعني اعلى من 90. فده طبعا مش مجرد ان هو بن مختص وبس، لا دي قهوة مختصة متميزة. رابع حاجة ان النوع ده نانو لوت. احنا قبل كده كنا شرحنا المايكرو لوت. النانو لوت بقى ان هو انت بتختار جزء صغير جدا في مزرعة معينة، وبتنتج فيها القهوة بالشكل اللي انت عايزه، وتعالجها وتحمصها بالشكل اللي انت عايزه. فبيبقى يعني تفاصيل التفاصيل وتركيز التركيز. والنوع ده جايبه من محمصة بلاك نايت السعودية، وهو نوع بنما جيشا اوليفيرا. تعالوا نفتحه مع بعض ونشوف تجربتنا معاه هتكون عاملة ازاي. بنما جيشا. بنما جيشا اغلى نوع قهوة في العالم. طب ايه هو بنما جيشا؟ بنما هي دولة موجودة ما بين كوستاريكا وكولومبيا. الدولة دي من الدول المنتجة للقهوة، وفي فصيلة فيها تعتبر من أحسن فصائل القهوة اللي موجودة في العالم، وهي فصيلة جيشا. فصيلة جيشا اللي معانا النهاردة دي هي أصلا كانت فصيلة اتوجدت في أثيوبيا، وبعد كده اتنقلت لأمريكا الجنوبية، ومن هناك بقى ابتدت إنها تتزرع في كذا منطقة، بس أشهرهم وأفضلهم بنما. بنما دولة صغيرة، وفي نفس الوقت إنتاج القهوة فيها قليل. فتخيلوا بقى لما يكون فصيلة الجيشة دي اللي هي أصلا قليلة في العالم بتنتج في منطقة بنما، اللي هي كمان منطقة صغيرة لإنتاج القهوة. فده يقول لكم قد إيه القهوة دي قهوة نادرة جدا، وليه تمنها بيكون غالي جدا. وكمان المحصول ده خد قبل كده جايزة بيست اوف بنما، إن هو أحسن محصول في بنما، وكان مميز جدا. وكل الناس اللي شربوه من خبراء القهوة قالوا ان ده افضل محصول من محاصيل القهوة اللي هم شربوها في حياتهم. عشان كده اول ما توفر المحصول ده كان لازم ان انا اجيبه، وخصوصا كمان ان التقييم بتاعه 90 بلس، اعلى من 90. فاللي هو يعني خلاص شوية شوية هيخش على 100. فده طبعا في القهوة المختصة شيء متميز جدا. تعالوا بقى نشوف الباكج بتاعنا ده، هنفتحه ونشوف قهوة بنما جيشة دي هل تستاهل السعر ده، وهل تستاهل القصة دي. هو باي ذا واي الباكت اللي معانا دي 125 جرام مش 250 جرام، وتمنها يعني لوحدها من غير الشحن والكلام ده كله عامل حوالي 500 جنيه. يعني الكيلو معدي 4000 جنيه. ف يا رب بس ما يكونش الموضوع يعني في مقلب ولا حاجة. دي طبعا الباكج قدامنا. الارتفاع 2300. المنطقة المزروع فيها منطقة بركان بارو. منطقة بركان بارو دي من ضمن المناطق المشهورة جدا في بنما، بيتزرع في المنحدرات بتاعتها القهوة بتاعت بنما جيشة دي، ومشهورة جدا من المناطق المتميزة. هنفتح بقى مع بعض الباكج كده معانا ونشوف بقى القهوة بتاعتنا هتكون عاملة ازاي، شكل الحبوب عامل ازاي، التحميص، المعالجة، الكلام ده كله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح كده الباكت سوا. طبعا النوع ده من القهوة صعب ان احنا نلاقيه بيباع في اي مكان، مثلا سواء كافيه او اي حاجة بشكل تجاري، لان طبعا زي ما قلنا ان المحصول ده نادر جدا، كميته قليلة جدا، فللاستهلاك التجاري مش هيكون فيه كمية تكفي الاستهلاك التجاري بشكل كبير. وده برضو من الحاجات اللي بتخلي السعر بتاعه زيادة اوي. ودلوقتي اهو بنفتح البوكس، وده الكيس بتاع القهوة. كنت اتمنى صراحة ان يكون الباكج بتاع القهوة دي والكيس بتاعها يكون شكلهم مختلف شوية عن بقية الباكجز بتاعت بلاك نايت، ان يكون حاجة مميزة، لانه محصول مميز فمحتاج ان يكون في حاجة مميزة. يعني عبوة تكون فخمة شوية،
شكل يعني مميز بشكل كبير شوية، لكن اتس اوكي، مفيش مشكلة يعني. لكن دي من ضمن الملاحظات اللي لفتت انتباهي جدا، انه لقيته يعني بوكس عادي وكيس عادي زي البوكسات والاكياس بتاعت بلاك نايت اللي احنا جبناها قبل كده. ده شكل الكيس، تالي انتوا شفتوه معايا قبل كده ايام ما كنا بنجرب نوع البراندي كوين. تعالوا بقى نفتح بقى الكيس كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الصراحة متشوق جدا ان انا اشوف الفصيلة بتاعت جيشة دي، شكل الحبوب بتاعها عامل ازاي. اهو فتحنا الكيس، هنشوف بقى شكل الحبوب كده مع بعض. هنفضيها اهو بحيث انها تكون ظاهرة معانا برضو. حبوب شكلها يعني مميز شوية، تحس انها يعني طويلة شوية ورفيعة عن حبوب القهوة اللي احنا معتادين عليها. التحميص يعني يغلب عليه وسط الغامق، درجة الوسط الغامق. طبعا حجم الحبوب وشكلها متناسق جدا بشكل كبير. هنحاول نوضح كده الشكل عشان يظهر معنا في الكاميرا. لا شكلها يعني يشجع ان احنا نجربها. كمان يعني ريحة التحميص الفريش لا يعني ظاهرة معانا في الكيس. وطبعا انا مش من الناس المحبذين قوي لريحة الحبوب وهي في شكلها ده، لكن لا يعني ريحة التحميص الفريش لا يعني ظاهرة معانا شوية، معناها ان الكيس كان متخزن بشكل كويس. نجرب بقى الحبوب الجميلة دي معانا. طبعا عشان اعمل لكم الفيديو ده كان لازم ان انا اجرب كذا تجربة. هنشوف بعض التجارب اللي انا عملتها كده قدامنا هنا في الفيديو، صورت جزء منها عشان نحاول ان احنا نحدد الطعم بتاع النوع ده، هل هو فعلا كويس زي ما بيقولوا عليه ولا الموضوع مجرد بروباجندا وبس. طبعا عشان خاطر الكمية قليلة والسعر غالي شوية، فكنت بعمل تجارب كلها ب10 جرام بحيث ان انا اعمل اكتر من تجربة ونشوف. اول تجربة معانا جربت بطريقة الايروبريس بتاعت الانفيرتد اللي كنت عملتها قبل كده في بطولة الايروبريس. هنزل لكم الفيديو يظهر معاكم دلوقتي واحطه في الديسكريبشن. طحنا انعم من الاسبريسو شوية واستنينا الوقت بتاعها. طبعا كل ده هيكون في تفاصيل الفيديو اللي هسيب لكم اللينك بتاعه. وجربت وشوفت النتيجة كانت عاملة ازاي. دي كانت نتيجة القهوة بالطريقة بتاعت الايروبريس. النوتس اللي كانت ظاهرة معايا او اولا الفريجرنس كان يعني واين جامد، لكن الاروما كانت واين على لافندر بشكل كبير. وكمان النوتس كانت توت زي ما هما كاتبين، بس مش توت العادي اللي هو التوت اللي هو البلو بيري. وكان اللافندر مكتسح، النوتس بتاعت اللافندر مكتسحة. ما كنتش حاسس قوي بالهاني. الحمضية كانت قليلة، المرارة كانت قليلة المتوسطة، والسويتنس كانت يعني متوسطة. وده شجعني ان انا اجرب تجربة تانية، ان انا اشوف النوع ده واطحنه طحنة خشنة زي طحنة الفرنش بريس، واجرب كده واشوف الطعم بيبقى عامل معايا ازاي. لان النوتس بتاعت العسل اللي هي مكتوبة دي ما حسيتش بيها خالص، اللافندر كان مكتسح. فزي ما احنا شايفين كده طحنت طحنة خشنة 10 جرام برضو. واستخدمت بقى مش الفلتر البيبر العادي بتاع الايروبريس، لا استخدمت الفلتر الميتال زي ما احنا شايفين كده، الفلتر الميتال بتاع الايروبريس عشان يديني كمان القوام والبادي بتاع الفرنش بريس. لان الصراحه عجبني ان هما بيقولوا ان القوام هنا حريري اللي هو السلكي، فكنت عايز اجرب القوام السلكي ده عامل ازاي. هو انا حسيته شويه في طريقه الايروبريس بالبيبر فلتر، بس كنت عايز ان انا احس بيه بشكل اكبر في بقي. وده شكل الايروبريس واحنا بنجهزها. بس يعني يا ريت نشوف النوتس بتاعت العسل مع اللافندر، لان اللافندر فعلا كان مكتسح بشكل فظيع، سواء اروما سواء نوتس. وطبعا الناس اللي شربت شاي اللافندر هيعرفوا الطعم كان عامل ازاي. يعني الحمد لله انا كنت جربته قبل كده كذا مره،
فلا طعم واضح معايا قوي كلافندر. ودي نتيجة القهوة بتاعتنا بطريقة الفرنش بريس اللي احنا عملناها في الاخر. وطبعا اللافندر برضو كان مكتسح معانا، لكن ظهر شوية نوتس من العسل، وطبعا السويتنس كانت زادت معايا قوي، فالطعم كان جميل وواضح، النوتس كانت لطيفة يعني. بس حسيت ان الطعم مايل شوية لللافندر بشكل كبير. طبعا البانا جيشة ما ينفعش ان انت تعملها اسبريسو، انت كده بتظلمها جدا. اولا هتهلك معاك جرامات كتير، ثانيا بسبب ان الاسبريسو والضغط بتاعه مش هيخلي الطعم محبذ بالنسبة لك قوي، فده ظلم لو انت جربت في الاسبريسو. ده يتجرب فلتر وبس. التجربة كانت جميلة حلوة. سعيد ان انا جربت النوع ده، وسعيد اكتر ان انا نقلت تجربتي دي ليكم. يا رب تكون مفيدة، واللي حابب يجرب يجرب. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع انواع قهوة جديدة بدأناها ببنا مجيشة. هنشوف الفيديو الجاي هيكون عن ايه. مع السلامة.